السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا. يا رب تكونوا في صحة جيدة وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة فيديو كده واحنا كنا في طريقنا للأرياف كده. طبعا كلنا عارفين جمال الأرياف والأراضي كده والزرع والمنظر كده خلاب. احنا كنا نازلين البلد، كنا رايحين عند الحاج كده، ربنا يخليه لينا يا رب ويطول في عمره ويديله الصحة والعافية، ودايما كده يفضل البيت مفتوح بحسه كده. طبعا كلنا بنروح البيت على حسه. ان احنا ايه كلنا بنتجمع مع بعض هناك، سواء كل اسبوع كل شهر على حسب ما بيبقى في فاضي لينا، وبنتجمع ان احنا نروح كده ليه والبيت وندخل عليه كده بالدنيا كلها. انا والبنات كنا ماشيين في طريقنا طبعا، رايحين على هناك علشان خاطر ايه، زي ما انتوا عارفين كان عندنا الفرح الايام اللي فاتت وكده. فقررنا ان احنا ناخدها مشي شوية في وسط الارض الزراعية، في وسط الاماكن كده. انا والبنات قلنا لا مش هنركب. نزلنا من المواصلة اللي احنا كنا راكبينها يعني. فالمفروض ان احنا كنا بنكمل حتة كمان كده لحد لما نوصل البيت، فيها حوالي يعني بالظبط لو هنمشيها تاخد 10 دقايق مشي مثلا. ان بننزل كده من الموقف نفسه عشان نوصل للبيت بتاع الحاج. حوالي 10 دقايق مشي كده، ولو بالتوك توك ما بنكملش دقيقتين بالظبط او حاجة. فاحنا ما رضيناش، قررنا ان احنا ننزل من التوك توك ونتمشى الحتة دي. شوفوا نورة كانت داخلة في وسط الأرض الزراعية، عمالة تتصور مع الزرع تقريبا، ده كان برسيم، وهي وبطة او هبه الصغيره. كانوا داخلين عمالين بقى اصورهم في وسط الاراضي وكده يعني. فقلنا نمشي بقى مع بعض في وسط الخضره والمنظر الجميل والزرع ده كده يعني، وايه نتمشى شويه ونفك. بصراحه البنات حبوا فكره المشي معايا، وحبوا الفكره ان هم يمشوا، على قد ان هم بيتضايقوا من اي مشوار لما بنيجي نمشي فيه يعني، بيكسلوا علشان خاطر المشي وكده. بس بصراحه ما حسناش بالمشوار ولا بالطريق، من جمال ومنظر الخضره والاراضي. وكانوا ماشيين بيهزروا مع اي حد، سواء لو كان في ناس في الارض فلاحين او كده. وخدناها مشي لحد الارض ومشينا ورحنا لحد البيت. وطبعا الحاج قاعد منور اهو زي ما انتم شايفين كده يعني. ربنا يخليه لينا يا رب وما يحرمناش منه ابدا. دخلنا طبعا وقعدنا واتغدينا وخدنا واجبنا. ويجي المزمار البلدي بقى، انتوا عارفين في نظام الافراح ساعه لما بيعرفوا ان في فرح بتلاقوا المزمار على طول بيجي بيلف. ربنا يفرح الجميع يا رب كده، ويفرح قلب كل ولية يا رب، اللهم امين. ويستر عرضها. طبعا هي بقى قاعده منوره ومشرفه زي ما انتم شايفين كده، الله اكبر عليها، بدر منور منوره معانا في الفرح. والحاج قاعد زي ما انتم شايفين كده، البركه بتاعتنا. وكانت اللي جنب الحاج كانت والده العروسه، كانت قاعده جنبيه. وطبعا المزمار البلدي، والناس بقى بتفرح ما بتصدق بقى يسمعوا صوت اي فرحه او اي حاجه. تبص تلاقيهم جايين على البيت على طول. يا رب الفرحة جميلة، يا رب تفرح الجميع وتسعد قلب كل ولية وكل أب وأم يقدر إن هو يسطر بنته كده ويعينوا عليها يا رب في الأيام اللي احنا فيها الصعبة دي يا رب. فعلا جهاز الولاية وجهاز البنات في الأيام اللي احنا فيها دي، الله المستعان. وربنا يعين كل واحد بقى، سواء معاه بنت أو بنتين أو على حسب، ربنا يخلي يا رب. دي أم العروسة يا جماعة اللي قاعدة جنب أبويا دي، أهي صغنونة كده. وده الحاج يعني، ربنا يديله الصحة والعافية يا رب، البركة بتاعتنا كلها. وبقول بقى ربنا يسعد يا رب كل ولية ويعين كل أهل على جهاز بناتهم يا رب، اللهم أمين. ويستر عرض ولايانا. وبصراحة يا جماعة ما حدش يدقق والله، لا مع عريس ولا مع عروسة في جهاز ولا في فرش. الدنيا والغلا اللي احنا فيه خلت الناس يعني، ربنا اللي عالم بحالها. فاللي يقدر عليه العريس يعمله، واللي تقدر عليه العروسة تعمله. ما فيش تضييق، أهم شيء العيشة، وأهم شيء إن ربنا يسترها عليهم وتبقى عيشتهم إن شاء الله فيها سعادة وهنا وفرح، ويرزقهم الذرية الصالحة. فخلينا كده نقف مع بعض ونبقى قلبنا على بعض، محدش يدقق في حاجة عشان الدنيا تمشي. بصراحة أخويا والله ما دققش في حاجة، واللي ربنا وفي الآخر ربنا رضاهم. وزي ما انتم شايفين الشقة بقت زي الفل كده، واتفرشت احسن فرش، وكان رزقها واسع من كله الحمد لله. والعريس عمل برضو الشقة حاجة تحفة بصراحة، وحاجة منظر يعني. ربنا يسعدهم يا رب ويبارك لهم فيهم ويكفيهم شر العين هم واللي زيهم يا رب. فاحنا بنقول محدش يدقق في حاجة، ونسيب الامور تمشي. وطبعا العروسة اللي هتقدر عليه اهلها هيعملوه، والعريس اللي هيقدروا عليه اهله برضه هيعملوه. وتبقى الفرحة تكمل كده علشان خاطر ربنا يسهل الامور للجميع.
احنا بقى البنات كانوا فرحانين هنا، البنات صحابها طبعا والجيران، وكلنا كنا بصراحة الفرحة مش سيعانة من كتر الفرحة. بصراحة كان يوم جميل جدا، وقضينا كام يوم حلوين جدا لما جينا من السفر يعني. والحمد لله عدت على خير، والفرحة كانت مش سيعانة. واهم ما في الموضوع ان انا شفت ابويا، ربنا يديله الصحة وطولة العمر ويخليه لينا يا رب العالمين.